كل سنة وكل أم بخير. النهاردة هنعمل حاجة كده سريعة وبسيطة في وسط زحمة رمضان نحتفل بيها بأمهاتنا. هنعمل سويس رول الفانيليا بسبونش الفانيليا الناجح جدا جدا طري، وهيتلف معاكي بسهولة جدا من غير ما يتكسر ولا يتقطم ولا يحصل فيه أي حاجة. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو أول مرة تشوفوني، أنا اسمي بسنت الألفي. هستناكم تشتركوا في القناة وتعملوا متابعة على صفحتي على الفيسبوك، ولو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك وشير. ويلا بينا نبتدي الوصفة. اول حاجة هنجهز المكونات بتاعتنا. معانا 8 صفار بيض، 8 بياض بيض، ومهم جدا ان احنا نفصل البياض عن الصفار. نص كوباية من السكر، كوباية من الدقيق متعدد الاستعمالات او دقيق الكيك، نص كوباية من الزيت، نص كوباية من اللبن، معلقة صغيرة من الفانيليا، معلقتين من النشا، معلقة كبيرة من البيكنج باودر. اول حاجه احنا هنضرب الكيكه على مرتين، جزء هنضرب البياض وجزء هنضرب الصفار. هنجيب بقى البوله اللي هنضرب فيها بياض البيض، نحط عليها السكر ويكون حبيبات، وضروري جدا ما يبقاش سكر مطحون. نحط نص معلقه فانيليا ونقطه كده من الخل او نقطتين من الخل عشان تضيع زفاره البيض. وكمان البيض بيعمل كمحسن للكيك وبيعمل على ارتفاع الكيك. نضرب بقى بياض البيض لمدة 10 دقايق على الأقل، ضرب كويس جدا جدا لغاية ما يبقى قوامه كريمي زي الكريم شانتيه، يعني يكون القوام تقيل. اما تيجي كده تحركي البولة بتاعتك يمين وشمال ما يقعش منها خالص. كده بياض البيض بتاعك هيكون مظبوط. وبصراحة انا بفضل ان انا اضرب بياض البيض كويس، عشان بحطه كده في البولة بتاعة العجان بيعجن كده لوحده لغاية ما بجهز المكونات التانية، فبيسهل عليا وبيبقى انجز واسرع بكتير. في بولة بقى تانية هننزل بصفار البيض ونحط عليه نص معلقة الفانيليا الباقية، وكمان نحط كده نقطتين من الخل علشان برضو زفرة البيض. وبعدين نبتدي نضرب بالمضرب اليدوي العادي. احنا بقى الخطوات دي كلها هنعملها بالمضرب اليدوي. واحنا بقى بنضرب صفار البيض هنبتدي ننزل بالزيت سرسوب كده زي ما احنا عملنا، وبعد ما بنخلط الزيت كمان بننزل باللبن برضو سرسوب كده. واحنا بنستمر بالضرب، اهم حاجة ان احنا نستمر في الضرب، ايدينا ما توقفش عشان المكونات تتخلط كويس جدا جدا. وانا كمان ضفت نقطتين الخل بتوعي عشان نسيت اضيفهم في اول ما حطيت الصفار. هنبتدي بقى نستخدم المواد الجافة الباقية. نجيب من المنخل بتاعنا ونحط فيه الدقيق والبيكنج باودر والنشا، وضروري جدا ان احنا ننخل كل المكونات دي مع بعض علشان يمتزجوا كويس. وبعدين نبتدي ان احنا نخلطهم بالمضرب برضو اليدوي. اهم حاجة في المرحلة دي نخلط كويس جدا جدا وتبقى ايدينا سريعة علشان يعني نشيل كل التكتلات اللي موجودة في الدقيق والنشا، خصوصا النشا لما بيتحط على البيض او على اي حاجة احنا عارفين ان هو بيكتل شوية. فنفضل نخلط كويس جدا علشان الخليط بتاعنا يكون دايب وناعم. وكده نكون خلصنا خليط البياض وخليط الصفار. هنبتدي بقى ننزل بخليط البياض بتاعنا على خليط الصفار، بس شوية بشوية. ننزل شوية بياض ونبتدي نخلط بالمضرب اليدوي في اتجاه واحد وبالراحة جدا. طبعا انا مسرعة الفيديو، فالمفروض ان انتي يكون ايديكي بطيئة شوية عن كده علشان ما تخرجيش الهواء من الكيكة بتاعتنا. بنخلط بالمضرب اليدوي في اتجاه واحد لغاية ما كل الخليط يمتزج كويس جدا جدا جدا. لازم خليط الصفار والبياض يكون ممتزج جدا. هنجهز بقى صاج مقاس 40 في 60، ولازم نبطنه بورق زبدة علشان نعرف نقلب الكيك بتاعنا بسهولة. هننزل بقى فيه خليط الكيك بتاعنا، وبيكون خليط الكيك زي ما احنا شايفين كده سايل شوية، ما بيبقاش تقيل قوي زي خليط الاسبونج. ولازم كده نفرده بالسباتيولا او بالبلانشا اللي هي بتاعه الفرد دي، ونخبط كده الصاج خبطتين على على الرخامه بتاعتنا علشان يبقى متساوي. بنحط الكيك بتاعنا لمده من 15 ل 20 دقيقه في الفرن على السلكه بتاعه البوتاجاز. وطبعا احنا قلنا لازم نسخن الفرن الاول، يعني لازم يكون الكيك يدخل على فرن ساخن. هنحطه بعد 15 دقيقة نبتدي نبص عليه نختبره بخلة السنان، لو استوى نطلعه، لو ما استواش نسيبه 5 دقايق كمان بس ما يكونش اكتر. اول بقى ما بنطلع السويس رول من الفرن، والخطوة دي مهمة جدا جدا، احنا بنحط ورقة زبدة على الوش وبعدين بنقلب السويس رول بتاعنا. بنشيل بقى قعر الكيكة بتاعنا بنقشرها كده وبعدين بنقلبها تاني. بنشيل وش ورق الزبدة اللي احنا حطيناه علشان نشيل كل الوش خالص اللي موجود على الكيكة، وبعدين بنغطيها تاني وبنجيب اي ملاية او فوطة نظيفة نغطي بيها الكيك علشان يحتفظ بطراوته. وما نخافش ان احنا نعمل كده واحنا هو سخن، بالعكس ده بيخليه طري جدا جدا، وبنحركه ونلفه بسهولة من غير ما يتكسر. هنحشي بقى السويس رول بتاعنا كريم شانتيه. هناخد 100 جرام من الكريم شانتيه، هننزل عليه بكوباية مية ساقعة
وحوالي تلت كوباية من السكر، نضربهم كويس جدا جدا ونسيبهم يسقعوا في التلاجة عشان الكريمة تبقى متماسكة، ونبتدي نفردها بالشكل اللي احنا شايفينه. احنا عايزين سمك الكريمة تبقى 1 سنتي علشان تقدري تلفي السويس رول بتاعك بسهولة، الكريمة متطلعش من السويس رول ويكون شكله كويس لما تقطعيه. بعد ما نحشي الكريمة هنبتدي بقى نحطه في الفريزر لمدة ساعة علشان يبقى متماسك، ونقدر نحرك السويس رول بتاعنا ونتعامل معاه، خصوصا ان احنا هنزينه على حاجة وبعدين نرجع ننقله على طبق تاني، فيبقى يعني متماسك وكويس، ما يتكسرش مننا او يتقطع مننا لانه بيبقى طري قوي قوي. انا بصراحه هزين السويس رول بتاعي بتزيين بسيط جدا جدا، وهو هزينه بالكريمه، يا دوب هحط طبقه كريمه كده فوق الوش، واجيب اي مشط، او يعني انا عندي مشط التزيين ده. هنبتدي بقى نجزعه زي ما احنا شايفين زي جذع الشجره، وهجيب اي شوكولاته مبشوره موجوده عندي، لو عندك نسكويك مفيش مشكله، عايزه تزينيه بروزيتات او ممكن نكسيب جناش شوكولاته، اي حاجه واي تزيين بسيط. اهم حاجه ان احنا نبسط ست الكل ونعمل لها اي حاجه بسيطه كده تفرحها. بنحط بقى السويس رول بتاعنا في التلاجة لمدة يوم كده او نص يوم علشان يسقع ويتماسك، ولما نيجي نقطعه يبقى شكله كويس. انا للاسف ما قدرتش اقطعه واوريكم شكله من جوه لان هو بصراحة طالع اوردر، بس ان شاء الله في اقرب فرصة تانية هعمله لكم تاني واقطعه لكم واوريكم شكله هيبقى عامل ازاي من جوه. اتمنى ان الفيديو يعجبكم، واتمنى ان انتوا تجربوه وتشاركوني في تعليقاتكم اذا كان ظبط معاكم ولا لا. ولو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك وشير، واللي لسه مشتركش في القناة يدخل يشترك ويعمل لي اعجاب على صفحتي على الفيسبوك. اقابلكم الفيديو الجاي بوصفة جديدة ان شاء الله.